هارينا كلتنا يعني كان هذا فشي كلش يعني ما متوقع ومفاجئ. نفكر انه هي بقت لنا هديه يعني لان احنا تخيلنا راح نفقدها وهي المراه الحديديه. تركنا العراق بعد الحرب بداية 2005 ورحنا إلى الأردن 4 سنوات، وبعدين جتنا فرصة إنه نجي إلى أمريكا كلاجئين. جينا سنة 2009. بعدها ب3 سنوات أو أقل من 3 سنوات اكتشفت إنه أنا عندي ورم بأحد الغدد الأنفاوية بالرجل. زوجك وأولادك ما كانوا يعرفون؟ لا ما كانوا يعرفون. يعني أنت خبيتي الورم، خبيته. بعد هاي التجربة صرت أحب نفسي أكثر وأفكر بنفسي أكثر كذا بذيك الفترة. لكن هل احنا بحاجة إنه نتمرض وتصير بينا كارثة أو أزمة حتى شوية نحس بنفسنا؟ إن شاء الله يكون صحة وعافية. أحد أعراض المرض التعرق الليلي، نايت سويت، وزائدا إيتشينج. فد يوم من الايام قلت له محمد وهاي همين بدها تكبر من الحكي. قال لي شنو اللي بدها تكبر؟ اوه رويت اياه. انا ما انسى ذيك اللحظه الخرعه والفزه اللي شافها لما شافها، لانه كانت اكبر من البيضه يعني. رحت للطبيب العائله، وحده عربيه اصلا، ما انسى وجهها مبين عليه القلق، بس انا بنفس الوقت ما كنت يعني مصدقه. كنت بالحلاقه لما طلعت نتيجة السيتي سكان، دا اسوي هايلايت ودا ما مهتمة بالموضوع. اي يعني دا اتهيأ الحفلة جدا جدا كبيرة. اتصل بي زوجي وصوته كان يعني مبين عليه اكو شيء وهذا، فأنا ما ردت خرب المود مال بالضبط، ما اريد اخرب. طبعا هدي اجتماعية جدا، في بيتك تقيمين جلسات وحفلات جميلة، محبة للحياة بكل انواعها. وراها انت ما جأتي؟ أنا بخلال هال5 أيام كنت أكتب على الجوجل، ما أريد إنه تيجي النتيجة إنه أنا بيها كانسر، بس بنفس الوقت مثل ما يقول أهون الأمرين. يعني لما طلعت النتيجة أول شعور إنه أنا ما أريد آخذ علاج كيميائي. يعني كنت مرعوبة من الكيمياء، من فكرة الكيمياء أكثر نعم. من الكانسر نفسه؟ لا أكثر من الكانسر. فكرت إنه أنا بعد وقت وأولادي بعدهم صغار يعني بمقتبل العمر. العلاج الكيميائي طول كله 6 أشهر. أول 3 أشهر يعني نوع من العلاج، ثاني 3 أشهر تغير العلاج. ما قالش زوجك مثلا اتركي الشغل؟ طبعا انت رفضت؟ طبعا كلهم قالوا لي. طب ما كنتي على مود حاجه ماديه؟ لا طبعا. انا ما ردت استسلم. حياتي تصير عباره عن دا انتظر شو وقت الجرعه وش وقت يجي العلاج وش وقت تطلع النتيجه. بديت بالعلاج الثاني وفعلا راسا اول جرعه شعري كله مره واحده يعني وقع، بس اني وزوجي كنا دا نضحك. زينتي؟ اي هو هذه اصلا فرصه، يعني طول عمري شعري طويل، من اني صغيره شعري طويل، وكان اكو هوايه منظمات حلوه. اكو منظمه اسمها American Cancer Society تنطي باروكات يعني مجانيه، يعطوني مثل الجنطه هالكبرها كلها مكياجات وشغلات حتى واحد يعني يحس احلى. اشياء مال الرموش ومال الحواجب، لان وقعت الرموش والحواجب ايضا. سووا لي البت سكان وقالوا لي اوكي يعني كل شيء تمام. كان اكو جرس يخلوه بكل المستشفى، على اساس لما واحد يكمل هذا ويقولوا له ما تحتاج بعد كيميائي يدق الجرس. زوجي كان يعني يقوم بكل اعمال البيت لان انا ما اقدر. يعني مثلا بالنسبه للطبخ كان يطبخ اشياء بسيطه، قام يطبخ يعني الطبخ الاساسي وقام يحبه، يعني صار عنده يعني هوايه الطبخ. يهيج وساريتي انت عساني ارسو في برا، بعيد ما به بشر ولا هم ولا قهر، ووجنات موردة بلون الخمر والجمرة، وقد نرجس منه تغار البيض والزمرة. هي صديقتي من سوريا، هي نفس الفترة أنا وياها صرنا، هي صارت سرطان الثدي نفس الشهر نفس السنة، وهي تقريبا نفس عمري، وتعافينا تقريبا نفس الفترة، بحيث صديقاتنا هنا مجموعتنا البنات سووا حفلة مشتركة. فهي هذه رنا قالت لي ترى الواي ام سي اي عندهم ليف سترونج وينطوك 3 أشهر يعني الجيم مجاني للي متعافين وإلش ولعائلتك. فأنا شفته تقول ديل يعني. كنت قبلها أروح جيم قبل ما أتمرض، كنت أروح لدروس الزومبا، كلش كنت أحب الزومبا يعني.
فحبيت الفكرة جدا. أنا كنت متخيلة إنه أنا راح أقضي طول عمري يعني بهذا الجسم. اللي هو شنو؟ اللي هو كسبتي وزن، سمنتي. كسبت وزن، وشايفة النسوان الكبار ما يقدرون مثلا يدنقرون، مثلا يجيبون حاجة من جوا ما أقدر. يعني ما كنت متخيلة إنه راح أرجع، ورحت للبرنامج. حسيت يعني بأمان لأنه كلهم مثلي. أتذكر بذاك اليوم أول يوم نزعت يعني البار وكلهم هوسوا لي وصفقوا لي. ومن ضمن الكلاسات اللي دخلونا بيها الزومبا، فبعد حبيتها أكثر. غيرت نفسيتك؟ هو هذا الشيء اللي أنا أحبه، يعني شلون فشي لقيته. فمن ذيك اللحظة أنت فكرتي إنه أنا أريد أصير مدربة زومبا؟ لا، كان فت حلم بعيد خلينا نقول، مو كلش قريب. في يوم من الأيام رحت على المدربة، والمدربة هم كانت فد إلهام إلي، لأنه هي كانت همينة سرفايفر مع مرض القلب، كلش شجعتني. كان تقول لي اتس وان داي تريننج. قلت شنو؟ فأنا رجعت كلش تحمست، قلت أسأل محمد، يعني لازم أسأل زوجي واستشيره. قرار خاف عليه يعني هي مرهقة. يعني أنا شفت اليوم الحركات والجهد. طبعا بالإضافة إلى الزومبا سجلت مواهب ثانية الهدي. بديتي ترسمين رسوم بغدادية ملونة جميلة. هو أنا الرسم من أنا صغيرة أحب الرسم، بس يعني ما انتاحت لي يعني ببلدنا إنه دائما كنت حروب، يعني حرب إيران والحرب الثانية الحصار اللي هو هذه الأشياء صارت بعد كمالية. أمي هي اللي ألهمتني. هي صح يعني مدرسة لغة عربية، بس همين عندها كل شوية من الفني. هديل سوت لي شغلة كلش حلوة فاجأتني بيها. لوحتي استكان شاي، استوحت إنه حطتني أنا ولازم استكان شاي، واسمي كتبتي وحطيتي كريستال على بولك على اشياء جميله. طبعا السوالف كلش حلوه وياك هديل، بس اني اخرتش، باكر عندك كلاس من الصبح. شكرا على الاكل، على الشاي، على كل شيء. استمتعت؟ والله الكل استمتع. Hadeel has a lot of compassion for people, and I think you earn that by what you've gone through in your own life a lot of times. And if you've been put through things and tests of your own willpower and things, you tend to push other people to do a little bit more than what they can normally do and have a little more willpower, and she definitely does that for everybody here. I've been going for about 2 years to her class. I love it because she makes it feel like a community of Zumba dancers. I have always felt Hadeel is very special just because of who she is and what she does and how she teaches. The fact that she is a refugee and a cancer survivor makes her even more special to all of the students in her class.